النهاردة بقى هنعمل المدحرجة. عملنا المكشكشة وناس كتير شافتها وعملت زي نفس الطريقة بتاعتي بالظبط. لقيت الفيديوهات نفس الطريقة بتاعتي وانبسطت جدا ان هم عاملينها زي طريقتي. تعالوا بقى النهاردة اعمل المدحرجة بنفس الطريقة بتاعتي برضو، لانها برضو نفس سعر المكشكشة بتتباع بالغالي. يلا لو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل وتعالي شوفي بقى المدحرجة عملتها ازاي. اول خطوة في المدحرجة هنعملها السيرب عشان عايزينه بارد. هحط كوبايتين سكر على 3 كوبايات ميه، عصرة ليمونة. هرفعه على النار، هسيبه لحد ما يتقل بس ما يتقلش قوي، احنا عايزينه يكون سمكه تقيل. بعدين هحط معلقة عسل جلوكوز وبعدين اسيبه شوية واطفي واحط فانيليا. خلاص، اهم حاجة تعملي السيرب بتاعها تقيل. بعد كده بقى جبت نص كيلو كنافة كنت حاطاه في الفريزر بقاله يومين. طلعته بقى كده وهفرفطه بايدي كده بسرعة، لان لما بيكون في الفريزر بيتعمل بسرعة. بعدين هاخده بقى على النار بمعلقتين زبدة او سمنة وهحمره زي الشعرية. طبعا كلكم عارفين الطريقة دي. حطيه بقى في الفرن، حمريه على البوتاجاز فوق اللي يريحك. بعد كده بقى هنعمل الصوص اللي هتتدحرج فيه كرات الكنافة. صوص حلو قوي، ونفس الصوص اللي بيعمله تورتينا. هو بقى بيبقى الباستري كريم فيه غالي شوية بس بيدي طعم تحفة. انت حابة تستغني عن الباستري كريم وبيحطي كاستر عادي مفيش مشكلة، بس مش هيدي نفس الطعم. نص كيلو لبن عليهم 3 معالق باستري كريم، 3 معالق كريم جانتيه. دوبيهم على البارد، ارفعيهم على النار. السمك كده يتقل، طفي النار. دي فيه قطعة شوكولاتة بيضة. خلاص كده، هو ده الصوص بتاعها اللي هتتدحرج فيه. 3 معالق باستري كريم بودر، 3 معالق كريم جانتيه. ارفعيه على النار في نص كيلو لبن يتقل، طفي عليه، ضيفي قطعة شوكولاتة بيضة. بس كده هو ده الصوص بتاعنا. الكنافة بتاعتنا كمان اهي حمرناها زي الشعرية. هسيبها بقى كده لما تبرد، وبعدين بقى هنعمل الخطوة اللي بعد كده. هي في خطوات كتير بس بصراحة النتيجة هتبهرك. بعد كده بقى هنجيب بولة كده معانا، وهجيب كوباية فول سوداني مجروش، او لو عايزة تحطي مكسرات براحتك. وهجيب معلقة عسل جلوكوز وهحطها عليه. ولو انتي ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تحطي معلقة سيرب عادي من اللي انتي عاملاه. وهتخلطي بقى المكسرات او السوداني المجروش ده بالعسل او العسل الجلوكوز وتقلبيهم مع بعض وتعمليهم كور. تعمليهم كور كده صغيرة عشان هنحشي بيها كور الكنافة. انتي بقى لو عايزة تحطي مكسرات حطي. هما بيحطوا فيها عند تورتينا لوز، بس طبعا احنا المتوفر عندنا هو اللي بنستخدمه وبنحطه. والطعم كمان كان تحفة والله. وبعدين الفول السوداني دلوقتي الكيلو ب90 جنيه، يعني مش رخيص برضو. هعمله بقى كده، لميته وعصت ايدي مية عشان ايه الكور تتلم معايا. هعمل بقى كور كده صغيرة وهجهزها علشان احشي بيها بقى الكنافة. الكور لما اعملها. خلاص بقى الكنافة بتاعتي بردت شوية، هجيب بقى السيرب بتاعي. كان بارد. هحط بقى ايه يعني زي نص كوباية كده واقلب. شوفي بقى انت عشان الدقيق بتاع الكنافة ممكن بيختلف برضو، فممكن تشرب معاكي وفي تبقى عايزة تاني. حطيت نص كوباية كده وقلبتها، كانت تمام وحلوة قوي بالنسبة لي. لقيتها شربتها وحلوة جدا، فهقلبهم كده مع بعض. لان الكنافة كانت لسه سخنة برضو فمش هتلم معايا. هسيبها بقى لما تبرد خالص مع السيرب اللي انا حطيته، وبعدين هرجع بقى اشكلها بقى الكور. هوريكم بقى انا شكلتها ازاي. اهم حاجة تسيبي الكنافة تبرد خالص مع السيرب عشان تلم معاكي. او بس كده مش هتلم خالص عشان لسه دافية. او كده بقى لما بردت لمت، علشان خلاص بقى بردت هتلم معايا وتبقى كور. هجيب بقى الكنافة بتاعتي اهو، واجيب كيس البسه كده في ايديا، واحط بقى كده حبة كنافة واحط جواها كرات السوداني اللي انا عملته، او انتي كرات المكسرات زي ما تحبي. وبالكيس كده اضغطي هتشكل معاكي كورة بسرعة جدا. هتبقى عاملة زي شكل البيضة. طريقة حلوة قوي وسهلة، انا فضلت ان انا اعملها كده، سهلت عليا الموضوع. هتحطي الكيس جوه ايديكي بس، وتحطي بقى القطعة اللي انت تفرديها على ايديكي اللي هتعمليها زي البيضة، وتحطي جواها الحشو. ممكن على فكرة تعملي حشو تاني، تعملي حشو عجوة، تعملي شوفي بقى اللي انت عايزاه اللي يريحك. بس انا بديكي بس ايه الفكرة. هما كانوا بيحشوها مكسرات. تمام. بصراحة حلوة جدا، جربوها بجد هتعجبكم. هي يعني برضو ما تستاهلش 450 جنيه يعني. هي في البيت ما يعني مش متكلفة المبلغ ده يعني، ولا حتى مكملة ال100 جنيه بصراحة يعني، لأن في حاجات عندنا في البيت. بس انتي ممكن تجيبي الكريم باستري من عند خامات الحلويات. ممكن تجيبي لك توم
يعني برضو مش هيكلفك كتير، بس الأحسن تجيبي الكريم باستري. لو مش هتقدري ان انتي تجيبيه، جيبي لك كيس كاستر واعملي بيه، وحطي برضو معاه معلقتين كريم جانتيه، بيفرق في الطعم جدا. كده بقى عملت الكور اهي تمام. هجيب بقى القالب اللي انا هحط فيه، هو نفس القالب اللي بيتباع عند تورتينا بالظبط. بقى هجيب الصوص بتاعي وهفضيه، هو طبعا لسه سخن فهيبقى سايح لسه مش ماسك نفسه. انت بقى في حاجة ممكن تعمليها، بتعملي كريم كراميل في البيت، يا اما تعملي زي ما انا عملت وجبت الكيسين جاهزين. لو هتعملي كريم كراميل في البيت، بعد ما تعملي كريم كراميل ضيفي عليه السوداني المجروش، او تضيفي عليه المكسرات اللي هتعمليها وهو على النار تمام. انما انا عشان جبته جاهز، الكيسين دول عملوا معايا 4 جنيه ونص، فانا يعني قلت كده احسن. وحطيت بقى الفول السوداني وهو متحمص، ورحت حاطه فوقيه كراميل، وهبدأ بقى ان انا اضيف طبقة تانية من الصوص اللي انا عملته. حلو جدا بجد، يعني هو لو كان الصوص كمان بارد كنت هتلاقوا ان الطبقة اللي تحت لوحدها واللي فوق لوحدها. انت لو عايزة تستني ان هي تبرد خالص الصوص ده هيكون احسن تمام، بس انا عشان التصوير، بس هو حلو برضو. هضيف بقى بقية الكريم كراميل كده، وبعدين هنزل بقى بالكرات الكنافة اللي انا عملتها، وهي دي بقى المدحرجة. وعايزة بقى تزيني، هما بقى بيحطوا من فوق كريمة الفستق، طبعا انا مش متوفرة عندي. فحطيت من فوق برضو كريم كراميل. عايزة تحطي اي صوص من فوق برضو حطيه. عايزة تضيفي حبة سوداني مجروش ضيفيه، عايزة تضيفي حبة مكسرات من فوق ضيفيهم، اللي يريحك. الاضافات اللي انتي هتضيفيها دي بتاعتك انتي. الصوص بصوا بدأ يمسك بقى، هحطها بقى كده، وبعدين بقى هدخلها التلاجة تبرد بقى خالص ويمسك، بيبقى تحفة بجد. بس انا هطلع لكم حتة طبعا وهو لسه قبل ما ادخله التلاجة، بجد حلو جدا جدا. يعني المدحرجة بجد طعمها روعة، جربوها، ووصفة سهلة ومش ما فيش مكلفة يعني، مش لازم تكلفي نفسك. اعملي بالامكانيات المتوفرة عندك، لو عندك مكسرات دي فيها هتبقى حلوة جدا. هو دلوقتي ممكن ان انا اضيف مكسرات من فوق او اضيف سوداني مجروش برضو تاني، بس انا فضلت كده كفاية عشان السوداني اللي موجود، عشان ولادي ما بيحبوش من فوق تبقى فيه حاجات كتير. بس انتي لو عايزة تضيفي ضيفي عادي. قطعت بقى كده حتة اهي وهي لسه مدخلتش التلاجة، لسه يعني دافية، بس عشان خاطركم تشوفوها بقى. بجد حلوة جدا، طعمها يعني فظيع. الصوص بجد حلو جدا بالباستري كريم مع الكريم جانتيه والشوكولاتة البيضة. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم قوي. لو عايزة تعملي الكرات دي بدل الفول السوداني مكسرات مفيش مشكلة، ضيفي اللي انت عايزة تضيفيه. عايزة تعملي الكريم كراميل فوق على النار بدل ما تجيبيه جاهز، اعمليه. شوفي برضو انتي اختيارك ايه واعمليه، احنا بنديكوا الفكرة وانتوا بقى نفذوا زي ما انتوا عايزين. دي كانت معايا بقى المدحرجة، يا رب برضو الناس تشوف الفيديو وتقلد المدحرجة بتاعتي، واشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام عليكم.